فطيرة الشوفان، مشبعة وطعمها حلو جدا وهشة وطرية، وتنفع كمان للسحور في رمضان. اول حاجة هنحتاج كوباية الا ربع من الشوفان المطحون، وعليهم كوباية من دقيق القمح الحبة الكاملة، واتنين بيضة، و200 جرام من الزبادي حوالي كوباية، والافضل يكون زبادي يوناني عشان نعلي البروتين اكتر، ومعلقة صغيرة من الخل، ورشة من الفلفل الاسود، ورشة من الملح. هزود عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من الحليب حوالي 100 ملي. هنقلب المكونات مع بعض كويس جدا، وده هيكون القوام بتاع الخليط في الاخر. بعد كده في صينية مدهونة بزيت الزيتون هنضيف الخليط، وبعد كده هضيف بقى المكونات اللي احنا عايزينها. ضفت قطعة من الجبنة البيضة وقطعة من الجبنة الرومي عشان انا بحبها، يعني دي اختيارية يعني، وشوية من الخضروات، فلفل اخضر وزيتون، وشوية من حبة البركة.